يمكن برضو من ضمن المواقف الايجابيه ان اسلام امبارح كان في المترو وحصل معاه موقف جميل برضو. الموقف ممكن ده اللي حصل امبارح ان راكب المترو، فالمترو فيه بابين على الجنب، باب للنزول وبابين في النص للصعود. فانا كان معايا واحد صاحبي اسمه محمد امبارح، فقلنا يا محمد احنا هنطلع، قبل ما نطلع هنوجه الناس يا جماعه نطلع من باب الصعود. تمام. ولما نخش المترو جوه هنقول يا جماعه بحس عالي، نكلم الناس كلها يا جماعه نلتزم بالنظام، ويا ريت كلنا ننزل من باب النزول ونطلع من باب الصعود، بحيث ان احنا نبقى يعني ايه المؤثرين. احنا ناس شاركنا في الثوره وشفنا مدينه التحرير او مدينه التحرير كان عامل ازاي، كان يعتبر بنقول عليها الايه المدينه الفاضله. تمام. فقلنا هننقل بقى الشعور والاخلاق بتاعت مدينه التحرير للناس، لكل شارع ولكل ميدان. فبدأنا نتكلم مع الناس، ففي واحد استجاب واتحرك، فبدات الناس تتحرك وراه وبدات الناس تتحرك وراه. بس الغريب في الموضوع ان راجل وست امبارح او سيده، والله برافو عليكم برافو عليكم، طب ما حضرتك بقى تعالى عند باب النزول. حاضر ماشي اوكي. فجينا عند هي تنزل، راحت نازله من باب الصعود. طب يعني اذا في ناس برضو لسه عندها حته الايه اللامبالاه، او حته ان هي لسه مش السلبيه، لسه مش بتتحرك. بس الجميل في الموضوع ان لما المترو فضي او العربيه اللي احنا كنا راكبين فيها، الناس عندها امكانيه ان هي تنزل من باب اللي هو الصعود، بدأ ان هم يتحركوا ويروحوا لباب باب النزول. فكان موقف جميل جدا من استجابه، يعني من استجابه الناس. برضو نفس الموقف امبارح، في موقف تاني كنت في العتبه امبارح انا ومحمد صاحبي برضو، فماشيين، ففي واحد بعدي بالعربيه بتاعته كده في نص الطريق، يعني الطريق ماشي كده، فبقول له انت بتعمل ايه؟ يعني امشي في الصف وامشي مع الناس، والمفروض تلتزم بالنظام العام، واحنا يعني بقى الموضوع ما خلاص، بس خطوه ولا دقيقتين وهوصل. التزم. يعني هي بتيجي بالايه؟ بتيجي بالنصيحه، بس اهم حاجه في النصيحه ان لما يجي حد ينصح حد يتسامح. لما يعني بحيث ان هو ايه يتقبل الاسلوب اللي بتقدم بيه النصيحه بتاعتك. انا عاجبني قوي برضه